بس عشان ايه ما يتحولش الكلام ان انا بحاول ارمي بلايا على العقار. انت عارف انا بحترم العقار قد ايه وبهتم بيه وانا عندي عقار بص قد يا ايه. فندم، على مدار اخر 50 سنه في مصر مم. في جرافس معموله وموجوده عندنا في الشركه. احنا الشركه بتشتغل بقى 55 سنه في السوق المصري. عندنا الجرافس اللي عندنا معدل الزياده في سعر العقار مقارن بسعر الدولار في مصر اعلى. يعني حضرتك العقار ما بينزلش، العقار بيعلى، والعائد على العقار بيزيد عن العائد عن سعر الدولار. ودي جرافس موجوده 24 قيراط. تمام. ارجع حضرتك لاي سعر متر ارض في مصر موجود على اخر 50 سنه وشوف تطوره السعري ماشي ازاي. هل سعر الاراضي بينزل في مصر ولا بيزيد؟ بيزيد طبعا. حلو قوي. هل النهارده حضرتك سعر مواد البناء في مصر بينزل ولا بيزيد؟ بتزيد طبعا. يبقى حضرتك ازاي سعر العقار هينزل؟ لا مش لازم هينزل. هيزيد. نمرة اتنين، في خاصية للسوق المصري مهمة جدا لازم الناس كلها تفهمها. مصر فيها 65% من population عبارة عن المدى العمري من 0 ل 30، وعندنا مليون زيجة في السنة. تمام. يعني حضرتك عندنا طلب سنوي مش هيقل ال 30 سنة الجايين عن رقم معين بالنسبه للوحدات اللي هو في حدود ال 800 900 الف وحده في السنه. طبعا في جزء كبير منهم وحدات قليله الثمن نتيجه القوى الشرائيه ونتيجه الدخل بتاع الفرد، ولكن هناك في السوق سنويا مش اقل من 150 ل 200 الف وحده بيحصل عليهم طلب سنوي للقادرين على الشراء. وده هيفضل في تزايد مش هيقل، لانه الطلب اللي جاي من الفئه العمريه الاقل للاقتناء ده موجود ال 30 سنه الجايين. انت تخاف امتى؟ تخاف في الاسواق اللي زي اوروبا او زي الدول اللي بيحصل فيها تناقص او ثبات في البوبيوليشن، فبالتالي تقول انه الطلب اللي جاي مش موجود. لا، الطلب عندنا هيفضل موجود وهو متزايد ال 30 سنه الجايين. يا ريت احنا نقدر نوفي هذا الطلب، وبالتالي الطلب دايما هيبقى زياده عن المعروض. دي حقيقه واقعيه وحقيقه موجوده في مصر بقالها 30 35 سنه موجوده لكل المتابعين للسوق العقاري. النمره اتنين ان الاسعار بتاعه المدخلات بتاع العقار ما بتنزلش، بتزيد، سواء ارض او مواد بناء. طب حضرتك هتنزل منين الاسعار؟